شكرا للدكتور زيد وشكرا لملاحظات الاخوه المتحدثين. بالنسبه للبرج هو مركز صحي فرعي، يعني تصنيف فرعي دوام يوم بعد يوم بواقع ساعتين لكل عياده. المبنى مستاجر ولا يتسع لو بدنا نرفع المركز الصحي الاولي الى باب الخدمات اللي لازم تقديمها اثناء المؤتمر. بس انا موعد الاخوه احنا قاعدين في صدد البحث عن بناء اوسع وبديل حتى الرفع الى اولي. والبرج زي ما بنعرف الاخوان هو جزء من المركز الصحي بلدة سوف لان فيها مركز اولي وراح نرفعه ان شاء الله الى شامل، وفي طرح اعضاء توسع الطابق الثاني وراح يصير مسطح مركز صحي سوف حوالي 90 مليون. بالنسبه للمختبرات الموضوع موضوع فني، احنا عندنا 18 مختبر بالمحافظه بتم سحب العينات لغايه الساعه 10:30 11 حتى تتجمع وتنفحص وبعدها نقدم النتائج لدخول المراجعين، لان احنا ما بنقدر نستمر بسحب العينات لان في الكتات مرات بدها 10 12 مراجع حتى نفحص الدم، زائد انه احنا مش فحوصاتنا بالمختبر بالمركز الصحي هي فحوصات طارئه، هي فحوصات روتينيه والفحوصات الطارئه بالمستشفيات بتتم على مدار الساعه. بالنسبه لملاحظه الاخ ابو وصف المجر هي جزء من مدينه جرش، يعني حي من مدينه جرش تعتبر، وانا حكيت مع وصفي وبصدد انه الطالب انا وياه بشكل مشترك انه نستحدث نفس صوتي اول في المجر، وبوعد انه راح نمشي انا وياه نبحث عن بيت وان شاء الله نوفر المخصصات ونحل مشكلته. الاخ ماجد الزرقات يعني عتب علي مرتين حبيب ما ردت على ملاحظاته. انا بعد مستغرب انه جرش حاليا ما في امكانيه لوجود جهاز رنين مغناطيسي، هذا الجهاز يوجد فقط بالمستشفيات المتقدمه، والاخ ماجد الزرقات اعتقد انه فني اجهزه طبيه وبعرف يعني عن ليش بحكي وبعرف عن شوي انتقد الاطباء لمستشفى الطوارئ. احنا عندنا 15 طبيب بالطوارئ اغلبهم يعني صحيح اطباء جدد، بس هذا حال وزاره الصحه. احنا عندنا برامج، عندنا طبيب بتعين يجي يشتغل سنه زمان بروح اقامه مع الصعيد وهكذا. اما ما في عندنا تخصص شيء اسمه طب اسعاف الطوارئ حتى نزود مستشفيات ولا في مستشفى بالمملكه في تخصص. شكرا جزيلا. شكرا دكتور علي.